أسعد الله صباحكم. من أهم الأحكام الشرعية هي الصلاة الواجبة. للصلاة ظاهر وباطن، وإن اختلفنا في بعض الأحكام الشرعية، الاختلاف موجود في كل العلوم. ظاهر الصلاة الرسالة العملية، يعني ضبط الصلاة من الناحية الفقهية. أكو رسالة بين يدي مبسطة تخاطب العقل البشري بلغة بسيطة، وهي الفقه الميسر. الفقه الميسر طبقا لفتاوى سماحة المرجع رحمة الله عليه سيد محمد سعيد طبطبائي الحكيم. يعني تأخذ فكرة عنها وعن الأحكام الشرعية. نجي إلى باطن الصلاة. شنو باطن الصلاة؟ مثل ما أكو ظاهر للصلاة، يعني نعتبرها جسد للصلاة، أكو كذلك باطن للصلاة. وأي خلل بظاهر الصلاة، يعني من الناحية الفقهية، يصير خلل، مثلا نقض الوضوء أو نقص في تكبيرات الإحرام، هنا نكون شنو لازم تعالج صلاتك. مثل ما أنه جسدك من يتمرض تروح للطبيب يعالج المرض، كذلك أنه صلاتك الظاهرية من الناحية الفقهية إذا صار بها خلل كون تراجع منه الفقيه اللي أنت تقلده. كذلك مثل ما أكو للجسد، جسد الإنسان ظاهر وباطن، زين، يعني جسد الإنسان الظاهر مالته يعالج من قبل الأطباء، أما باطن الصلاة، باطن الجسد اللي هو الروح، يكون من خلال علماء الأخلاق وعلماء الدين. فآداب الصلاة شنو؟ آداب الصلاة ما هي؟ المركز مال آداب الصلاة هو القلب. القلب مو هذا القلب المادي، وإنما القلب المعنوي. القلب إذا أصلحت القلب أصبحت الصلاة روحا ملكوتية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة معراج المؤمن. وبين يدي كتاب آخر، الآداب المعنوية، يعني باطن الصلاة، الآداب المعنوية للصلاة، للسيد الخميني رحمة الله عليه، ونسألكم الدعاء.